حسام، إذا مشاهدينا الكرام نواصل حصاد الليلة. إذا فقدت الجزائر اليوم الجمعة أحد الشخصيات البارزة في الساحة الإعلامية بوفاة الصحفي مليكة التعودية عن عمر ناهز 48 سنة في أحد مستشفيات باريس. إبراهيم غطاس. هو من كان يؤمن أن الصحافة ليست مجرد مهنة. هو من حاول تقديم الحقيقة الغائبة والمجهولة بالعودة إلى فترات مأساوية من تاريخ الجزائر المعاصر، فاقترن اسمه بالعديد من الأفلام الوثائقية. هو عبد المالك أيت عودية، مفخرة قرية إليتين القبائلية والجزائر. عبد المالك أيت عودية من مواليد 1967. هو خريج جامعة سوربون الفرنسية التي فتحت له أبواب الصحافة على مصراعيها، ليخوض تجربة مثيرة في مجال السمعي البصري بعد أن كتب للعديد من المجلات والجرائد الفرنسية. تألقه كصحفي لم يمنعه من اكتساح تجربة الإخراج، حيث كان فيلم الحكم هو اختيار أول أعماله سنة 1997. أعمال سينمائية لاقت نجاحا كبيرا على غرار الوثائقي عذاب الرهبان السبعة لتبحيرين من 62 دقيقة حول قضية خطف واغتيال رهبان تبحيرين بالجزائر عام 1996، والذي أنجز على أساس شهادات حصرية أحدثت ضجة في وسائل الإعلام. عبد المالك أيت عودية، وبعد صراع طويل مع مرض ألم به وألزمه الفراش، توفي ليلة أمس الجمعة عن عمر ناهز 48 سنة في إحدى مستشفيات باريس بفرنسا. ينتظر أن ينقل جثمانه إلى أرض الوطن ليدفن في مقبرة العالية.